السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تبقوا زي الفل. هنبدأ النهاردة بإذن الله مقرر الترم التاني لمنصة كوريو للصف الأول الثانوي. وصلنا في الترم الأول من أول شابتر لحد الشابتر ال17. هنكمل بقى الترم ده من أول الشابتر ال18 اللي هو بيتكلم عن ال HTML. طيب نخش على الريفيو. بسم الله. طيب قبل ما نتكلم في أي حاجة، هي ال HTML أصلا HTML باختصار وبسهولة كده شديدة إن هي اللي بتبني الهيكل بتاع مواقع الويب اللي بنشوفها قدامنا. يعني مثلا عندنا الكلام ده معمول ب HTML، دي معمولة بتاج HTML. التاجز دي هي الحاجة اللي بنعملها في الصفحة. يعني كأننا بالظبط عندنا صفحة بيضة عايزين نرسمها، بنرسمها بتاجات HTML. مثلا نحط هنا نص، نحط هنا زرار، نحط هنا كلام، يعني الكلام ده كله بنبني الهيكل بتاع الصفحات بحاجة اسمها ال HTML. دي مش لغة برمجة، دي لغة تعريفية للموقع. انت مش بتتعامل مع الكمبيوتر عشان يقال عنها ان هي لغة برمجة، هي لغة عبارة عن ماركب لانجويج. بيقول لنا في اول سؤال اقفل الكلام ده ب H1 tag. ال H1 tag ده بنستخدمه عشان يعمل لنا نص كبير، نستخدمه عشان يعمل لنا عنوان للصفحة. جميل. ازاي بقى نعمل التاج دي؟ بنفتح اكبر من كده، نكتب H1 ونقفلها. هو قفلها لنا تلقائي، تمام. احنا عايزين بقى نعملها مانوال، نحط هلو جوه ونعمل نفس السيمبل دي، ونكتب بقى هنا السلاش دي، ونكتب تاني اسم التاج ونقفلها بالطريقة دي. دي كده تاج كاملة أو التاج العادية في HTML. جميل. لو دوسنا عليها كده هيكتب لنا كلمة هلو بخط كبير عشان تبقى عنوان للصفحة أهو. جميل. كده عندنا أول سؤال، بيقولك اختار الطريقة الصحيحة عشان تعمل تاج بي. أي تاج في HTML بالطريقة اللي احنا شرحناها في السؤال اللي فات هي بالظبط، مفيش اختلاف. في طريقة كتابة تاج تانية هنعرفها بعدين، بس الطريقة دي اللي أنا عايزك تعرفها هي إنك تكتب علامة الأكبر من، بعد كده اسم التاج اللي عايزه، سواء بي سواء H1 سواء H2 سواء H3، الهيدنجز عامة من أول 1 ل 6. جميل. بعد كده بقى تكتب اللي انت عايزه جوه ما بين الاوبننج تاج والكلوزنج تاج. بعد كده تقفل التاج بانك تكتبها تاني، بس قبل اسم التاج تعمل علامة السلاش اللي هو بالصيغة دي او الطريقة دي. جميل. بسم الله. السؤال من الاول كده بيقولك ايه هي التاج اللي بتستخدمها عشان تكسر السطر بتاع التكست بتاعك وانت بتعمل الملف ال HTML بتاعك. جميل. انت دلوقتي عندك نص وعايز بقى في نص السطر مثلا تعمل كسرة كده او تكسر السطر كله عشان تنزل سطر جديد. الكلام ده بتعمله بتاج اسمها بي ار بتكتبها بعد ما تخلص الكلام اللي انت عايزه، وبعد كده هينزلك سطر جديد تكمل بقى الكلام اللي انت عايزه عادي، ومفيش اي مشكلة فيها. جميل. بيقولك اختار التاج اللي بتستخدمها عشان تعمل بولتد ليست. بولتد ليست دي اللي هي انك بتعمل ليست مش مرقمة. ال unordered list بنستخدمها عشان نعمل لستة غير مرقمة زي اللي احنا شايفينها دي، بنانا اورنجز ابل، عادي جدا. اما ال ordered list هي اللي بترقم بقى ب 1 2 3 او A B C او اي طريقة تانية. فال unordered هي ال UL tag، اما ال ordered list هي ال OL. احنا في حالتنا دي هنختار ال unordered اللي هي ال UL. بيقولك اختار ايه اللي هيتعرض لك لما تكتب الكود ده. حطلنا OL اللي هي ordered list، وحط لنا جواها تاج ال LI اللي بنكتب جواها بقى الكونتنت اللي احنا عايزينه. يعني بنفتح تاج ال OL عادي، جواها بنكتب LI ونكتب بقى الكونتنت اللي عايزين نكتبه اللي يظهر في الليستات، يعني الليستة الأولى الليستة التانية وهكذا يعني، أو الليستة كاملة، المحتوى الأول المحتوى التاني كده. اللي هيظهر لنا هنا
ان هي تظهر مرقمة. ليه هتظهر مرقمة؟ ليه مش هتظهر كده؟ لان ده مكتوب نص عادي مش حوار، ودي مكتوبة باليو ال unordered list، ودي مكتوبة بين القوس مكتوبة عادي برضو، اما دي هي اللي مرقمة او مترتبة، مش لازم تبقى مرقمة، مترتبة. بيقولك اختار التاج اللي بيظهر لك صورة بعنوان او اسم الصورة عندك في الجهاز image.png. مش لازم تبقى عندك على الجهاز، ممكن تستوردها من سيرفر، ممكن تستخدمها من مكان تاني، ايا كان يعني يبقى اسمها image.png. دي الطريقة التانية عشان نكتب التاج. احنا قلنا اول طريقة ان احنا بنكتب التاج وبعد كده بنكتب الكونتنت وبنكتب بقى الكلوزنج تاج. اما التاج دي هي سيلف كلوز، بنكتبها عادي كده من غير ما نعمل الكلوزنج تاج. دي ليه بقى؟ اشمعنى دي يعني اللي بنعمل فيها ما بنعملش فيها كلوزنج تاج؟ عشان دي مش مضطر اكتب فيها كونتنت، مش مضطر اكتب جواها حاجة يعني تتعرض على الصفحة، هي بس انا بجيب صورة عنوانها بس، والالترنيت تكست اللي هو الالت اللي هنعرفها برضو كمان شوية، اللي هي تظهر في حالة ان الصورة فشل تحميلها في الموقع، تظهر الاسم بتاعها او الاسم اللي انا هختاره يعني. طيب بيقولك هات الصورة اللي باسمها image.png. احنا بنجيب الاول تاج الايمج. جميل. في اتريبيوت اسمه source. ايه اتريبيوت ده؟ هو خاصية من خواص التاج في ال HTML. يعني انت بتكتب التاج بتاعتك في ال HTML وفيها attributes. الاتريبيوتس دي هي خاصة بالتاج اللي انت كتبتها. يعني مثلا عندنا في image هنا عندنا اتريبيوت او خاصية اسمها source. دي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتجيب المكان او العنوان او الملف اللي انا عايز اجيبه من الاخر، سواء بقى العنوان كامل او اكتب اسمه على طول. الخطرة دي، سواء بقى اجيب عنوانه بالكامل او اجيب اسمه على طول. جميل كده، اللي هو الاختيار ده هو الصح. جميل جميل جميل. بيقولك اختار الطريقة عشان تكتب alt attribute which allows you to add a description. عشان تضيف وصف للصورة زي ما قلت لك ال alt attribute ان هي الكلام ده بيظهر وقت ما الصورة ما تحملش بشكل صحيح في الموقع، اللي هو ده. بنجيب الأول أهم حاجة image، أهم حاجة تاج الإيمج. تمام، بنجيب تاج الإيمج نحط لها alt يساوي، نحط الكلام اللي احنا عايزينه بين التو كوتس اللي هي this is an image، ونقول له answer. طيب بيقولك please comment the first line of the text. عندنا بقى الكومنت في ال HTML دي طريقة بسيطة، يعني مش هتضطر يعني تحفظها، بس هي بسيطة يعني. بتعمل السيمبل دي عادي كأنك هتفتح تاج، بس بتعمل علامة التعجب، بعد كده بتعمل داش داش، والناحية التانية زيها بس بالعكس ومن غير علامة التعجب. يعني بتحط الداش داش وتقفلها، بس كده انت عملت كومنت للسطر ده. كومنت برضو زي ما احنا عرفنا في المنصة اصلا من الترم الاول، انك بتلغي السطر ده، بتخليش الموقع بتاعك او المتصفح ان هو اصلا يقراه ويتجاهله خالص. نعمل له ران كود اهو مش هيظهر. جميل. نخش بقى على الشابتر ال19 بتاع ال CSS. ال CSS دي ايه؟ دي لغة تنسيق بتاعة ال HTML. يعني احنا خلاص اخدنا ال HTML او عرفنا كده مقدمة تعريفية عنها كده، ان هي بتضيف كل حاجة احنا شايفينها على الصفحة. يعني ضايفلنا الكلام ده، ضايفلنا الزرار اللي هنا، ضايفلنا التكست اللي هنا، يعني عامة ضايفلنا كل حاجة بنشوفها بس من غير تنسيق او من غير تلوين. يعني بيبقى شكلها اسود بس او الخلفية بيضة. ده اللي احنا بنشوفه كلهم على الشمال، النصوص كلها على الشمال. في بقى ال CSS هي اللي بتنسق العناصر دي كلها بتاعت ال HTML. بتنسقها بقى، بتغير مكانها، بتظبط ألوانها، بتظبط عرضها طولها، كل ده بيتعمل بال CSS. دلوقتي بيقولك هات ال H1 عشان يتعمل عليه اللي هو الكالر ريد ده. طيب احنا أول حاجة بننادي الإليمنت اللي في ال HTML، بنعمل كده H1 ونفتح البراكتس دي ونكتب جواها البروبرتي والفاليو.
في السي اس اس. كالر ريد دي بقى، الكالر دي هي بتغير التكست بتاع ال H1، بتغير التكست بس، يعني هيظهر لنا التكست اللي في H1 ده باللون الأحمر. احنا في الحالة دي لو دوسنا ران كود المفروض يعني ان يظهر النص باللون الأحمر، بس هو هنا بيقول لي ان مفيش حاجة هتظهر عشان هو اصلا ما عندناش هنا H1، يعني ما في عندناش اصلا H1 عشان نديله اللون الأحمر. هنعرف كل ده في الأسئلة الجاية ان شاء الله. دوس هنا answer و correct. جميل. بيقول لك غير لي اللون ده خليه بلو. هو اصلا اوريدي حاطط لنا البروبرتي، عايزنا بقى نضيف الفاليو. البروبرتي دي هي الخاصية اللي احنا عايزين نعدلها او نعدل على اساسها العنصر بتاعنا اللي احنا حددناه فوق. فالعنصر ده احنا حددنا له color او عملنا له color، عايزين بقى نديله value، نديله قيمة. هو عايزنا بقى نعملها له بلو، نكتب له عادي جدا بلو، بس لازم نختمها بالسيمي كولون زي الجافا سكريبت. بس الجافا سكريبت ممكن تتساهل شوية، بس هنا في سي اس اس لازم. لو هتعمل بعديها بروبرتي وفاليو جديدة، او هنا هتكمل بقى بعدها، ما ينفعش تسيبها سايحة كده، تنسى مثلا سيمي كولون وتكمل بعدها، لا لا لا, لا مش هينفع، هيديك ايرور اصلا. بيقول لك اختار الوصف الصحيح بتاع الكالر بروبرتي، زي ما قلت لك ان هو بيغير لون النص اللي احنا حددناه، اللي هو change the text color. بيقول لك اختار ال description الصحيح او الوصف بتاع ال background color property. احنا خدنا ال color اللي هي بتغير لون النص. ايه ال background color؟ من اسمها يعني CSS لغة بسيطة اللي هي بالانجليزي اصلا كلها وحاجات مفهومة يعني. background color هي لون الخلفية، بس ده اللي اقدر اقوله يعني، ان هو change the background color. بيقول لك اختار الوصف الصحيح انك لما تعمل الفونت ويت بروبرتي تديله فاليو ببولد. الفونت ويت ده هو اللي بيحدد سمك او تخن ورفع التكست بتاعك. لما تيجي تحدده في سي اس اس وتديله فونت ويت، انت بقى عندك بولد، عندك لايت، عندك ارقام من 100 ل 900، عندك حاجات كتير. فانت لما تحدد له بولد انت كده بتخلي الخط سميك، فانت كده لما تديله بولد بيقول لك ان التكست becomes bold. مفيهاش حاجه يعني، ماشي. بولد يعني يبقى خط تخين كده او سميك عن العادي يعني. فونت سايز برضو باينه من اسمها ان هو بيلعب لك في حجم الخط. وهنا الاحجام في سي اس اس لازم بيبقى ليها وحدات قياس، يعني ما تجيش تقول لي فونت سايز ايكوال 10 او نقطتين في بعض 10، لا 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 مش هينفع خالص. 10 ايه؟ عندنا 10 بيكسل، عندنا في اتش، عندنا في اتش اس، عندنا في بي، ار ام، في ار ام، في وحدات قياس كتير بس اللي بنستخدمها اكتر هي البيكسل. طيب عندنا بقى حاجة اسمها الكلاس والاي دي. الكلاس ده هو اللي بديه للتاج بتاعت ال HTML، بتاعت ال HTML كاتريبيوت. الكلاس دي هي اللي انا بديها في ال HTML كاتريبيوت وبحدد لها قيمة عادي. يعني مثلا هنا عندنا البي ده دوج، اديته كلاس دوج. اجي بقى في ال CSS بختاره بطريقة معينة. طب ايه بقى؟ والاي دي برضو نفس الفكرة، بس بدل ما اكتب كلاس هنا بكتب اي دي وبكتب برضو الفاليو اللي انا عايزها. بس ايه الفرق بقى ما بينهم؟ الاي دي ما ينفعش تتاخد او تتعامل على عنصر غير واحد بس، ما ينفعش تحطه على كذا عنصر. اما الكلاس ينفع يتحط على مليون عنصر عادي. فانت مثلا لو عايز تعمل كذا عنصر مع بعض نفس التنسيق بتديهم نفس الكلاس، كأنك بتجمعهم في جروب كده مع بعض وتعمل التنسيق ده مرة واحدة بس. اما الاي دي هي بتديله التنسيق ده بس، هيتنفذ عليه هو بس، حتى لو حطيت كذا اي دي او الاي دي ده لكذا عنصر هيطبق على اول واحد بس. جميل. احنا بننادي بقى الكلاس ازاي في السي اس اس؟ بندوس نقطة او بنعمل النقطة واسم الكلاس هنا دوج. طب والاي دي بنندهه بهاش او الشباك ده واسم الاي دي، سواء دوج بقى سواء كاد سواء اي حاجة يعني، بنندهه بالهاش او علامة الشباك. اما الكلاس بالدوت.
ونقول له ران كود، مش هيظهر حاجة. طيب الكومنت بقى في سي اس اس بيتم ازاي؟ ونعمل علامة النجمة بشيفت 8، عكسها بقى الناحية التانية، شيفت 8 داش، مش هيظهر حاجة. تمام، هي كده طريقة الكومنت في السي اس اس.